خوكم سميتو لطفي. القصه ديالي بحال كتفرج في شي فيلم، حيت هادشي اللي وقع ليا ماشي عادي. عمرني كنت كنتوقع شي نهار غادي نلقى راسي مورط مع مافيا، وماشي اي مافيا، اكبر مافيا في المغرب. دياو الكيت وعيشوا معايا القصه. كيف قلت لكم سميتي لطفي، كبرت وعشت في الكريان، انا والوالد والوالده واختي اللي سميتها حنان. تعذبنا شويه في العيشه ديالنا، راكم عارفين العيشه في الكريان وكيفاش دايره، المعاناه ديال بصح. الكريان ديال شحال هادي ماشي بحال ديال دابا، الاغلبيه بناو داو طواليطات في البراكه ديالهم. شحال هادي كانت طواليط وحده مشوكه وكاع الناس كيمشيو لها. عرفتي شنو المعنى ديال طواليط مشوكه؟ يعني كتدخل واحد البلاصه مبنيه وفيها 4 البيبان اونفاس مع 4 اخرين، كاينه وبيني واحد حدا الباب الكبير ديال الدخله، يعني عما سطل وادخل قضي الغرض ديالك. ومع ولاد الداب عندنا مربين وكلشي منظم، كنا كنلقاو المراح اللي كاين في هداك الطواليط تشوف فيه وجهك بالنقاوه. ميمكنش تكونوا تيغشوني، حيت عارفين هادشي مستحيل يكون. بالعكس، هاد البلاصه ما كانش فيها الضوء، البراه الصغار ما فيه ما يدخل حتى لداخل ويسد عليه الباب، اولا كيخاف كيديرها تما، كيطلع سوالو كيخرج. اللي جا كيدير بحال هكاك حتى كتولي وينه في هذاك المراح. داكشي علاش الا بغيتي تقضي الغرض ديالك خاصك تدي معاك بيل ولا شمعه، كتبقى غادي ومضوي في الارض وكتنقز وكتخطى داك المصيبه اللي حطو البراش، وحاضي راسك لا تعفط على شي مينا. كانوا بحال الالغام غير هما باينين. هذا جزء واحد من المعاناه ديال الناس اللي عاشوا في الكريان شحال هادي. عاد زيد الماء اللي كان خاصك تسقيه من العوينه باش تعيش في البراكه، باش تغسل وجهك والماعن وباش تطيب. وبحكم الواد الحار ما كانش عندنا في البراك، كانت كل براكه دايره قادوس كيلوح الماء قدام الباب ديالها. تخيلوا معايا داك الزنقه طويله وكل براكه عندها قادوس قدام الباب ديالها كيلوح الماء. هذاك الماء كيتم هابط وكيتخلط مع الماء ديال البراك كاملين، كيولي كحل وريحته خانزه كتقلب، وغادي بواحد الطواله حتى كيوصل للشارع التحتاني، وتما كتكون واحد الضايه كبيره ديال الخنز. كانت ريحه خايبه بزاف، ولكن بالحكم كنا عايشين وسطها ولات كتجينا عادي. مع ذلك كنت انا واختي فرحانين حيت كنا كنعيشوا بخير. الوالد ضعيف بزاف والوالده حتى هي. دخلت المدرسه في الابتدائي ونجحت في التحضيري. الوالد كان كيتعامل معايا مزيان انا واختي، واي حاجه حليت عليها فمي كان كيجيبها ليا. حتى لهاد الساعه كلشي غادي هو هداك. طلعت للثاني، الوالده ديالي مرضات، وراكم عارفين منبع الحنان الا مرض الدار كتولي حالتها. مسكينه كتكون جالسه شويه كتنوض وتبدا ترد. ملي كنت كنسولها كتقول لي والو، غير المعده ضراتني يا ولدي. بقات مسكينه بحال شي شميعه غاده وكدوب. كانت ديما كتخرج الصباح 3 ايام في السيمانه، ما كنتش عارفه فين كتمشي. الوالد ديالي الله يعمرها دار كان ديما كنسمعو كيقول ليها ما تفقديش الامل، غادا تشافى ان شاء الله. هنا عرفت كاينه شي حاجه خطيره، وعرفت ان الوالده عندها شي مرض ومخبيه عليا. المهم ما قلت ليهم والو، ما بينش ليهم. في الليل ما نعستش، قربت جيت البيت اللي فيه الوالد والوالده وبقيت فايق. حطيت الودن ديالي حدا الجهه اللي فيها البيت ديالهم، بالحكم ان بيناتنا غير القصديره. الهضره كامله كانت كتسمع اللي كدور بيناتهم. كنت كنسمع الوالده مسكينه كتنين، وكنسمع الوالد كيصلي حداها وكيدعي معاها، وهي كتقول لي كلمه وحده: تهلا ليا في ولادي. الوالد مسكين كان كيبغي الوالده وعزيز عليه. واخا انا واختي كنا باقيين صغار، كنا كنشوفوا الوالد ديالنا كيفاش كيتعامل مع الوالده. داكشي علاش كبر في عينينا بزاف. عمرو ما حط على يديه ولا عيرها، كان كيحترمها بزاف وعزيز عليه. كان مسكين كيجي من الخدمه ويدخل الكوزينه ويطيب لينا الا كانت مريضه، وعمرو ما تحاسب معاها. حتى من الصابون مسكين كان كيصبنو هو. واحد النهار جات اختو قالت ليه عطيني شي حوايج نصبنهم ليك، وكان الوالد مسكين مصبنهم كاملين. قال ليها لا لا، مرتي مسكينه ولات شويه وناضت صبناتهم. كبر بالوالده قدامها.
راكم عارفين العيالات والفم ديالهم اللي مشرق. الوالده مسكينه عجبها الحال بزاف، دازت الوقت وطلعت للثاني. نجحت وكنت جاي فرحان للدار، ولكن الفرحه ديالي ما دامتش، حيت الوالده ديالي تزاد عليها الحال بزاف. سولت الوالد، جاوبني والدموع في عينيه. ماما كولدي مريضه بزاف، دعي معها. تجمعوا شي عيالات عندنا في الدار وسمعتهم كيدويو. وحده قالت لهم مسكينه راه مشات دير الحصه ديال الدياليز، والطبيب قال لهم غير ديوها للدار تموت حدا ولادها، ما بقاتش قادره مازال تستحمل العلاج. كانت عندي داك الساعه 9 سنين. تفرقعت بالغوات وبالبكاء ودخلت تلاحيت على الوالده ديالي وكنقول لها ما تخلينيش، عافاك ماما ما تخلينيش. كلشي كان كيشوف فيا وكيبكي، والوالده ديالي مسكينه ولات بحال شي جثه ما كتحركش، حاله عينيها وكتشوف فينا، ما كدير حتى شي ردة الفعل. فاش شافتني بداك الحاله حركات يديها وما قالت حتى كلمه، ما كانتش كتشوف فيا وبانت لي واحد الدمعه طايحه من عينيها. شداتني واحد المره من يديا، خرجتني من البراكه وبقات كتهضر معايا شحال. قالت لي الله اللي خلقها وخلقنا كاملين وحنا كاملين غادي نموتوا، وبقات عليا بشي ايات قرانيه. قالت لي واش تبغي ماماك تعذب؟ قلت لها لا. قالت لي ماماك ملي كتشوف كتبكي بداك الطريقه راك كتعذب ولدي. انا عارفه ولدي ماشي سهله عليك، ولكن حاول تصبر، انت راك راجل. دخل ولدي وجلس حدا ماماك وقرا لها شويه ديال القران حدا راسها باش تفرحها. بقيت كنشوف فيها ومسح الدموع ديالي، وداكشي اللي درت. دخلت وجلست حدا الراس ديال الوالده وبستو، وبديت كنقرا عليها في القران الصوت اللي كان مخلط مع البكيه. الوالده في هاد اللحظه حطات يديها على يدي وشافت فيا شويه كيبان لي عينيها تقلبوا. سكت وبقيت مصمر كنشوف فيها. واحد المنظر كيخلع بزاف. جراتني داك المرة اللي دخلاتني وبدا الغوات، تونا الدعوه ديال بصح. ما كذبش عليكم، البكيه ما بقاتش باغا تخرج ليا. كنشوف فيهم وكنحس راسي بحال جاي من شي كوكب اخر. في داك اللحظه عرفت ان المهمه ديالي مشات. جات اختي مسكينه من المدرسه اللي ما كانت عارفه والو، شافت الجوقه ودخلات بحال شي مسطيه. بدات كتغوت على الجاد حتى سخفات، وهزوها العيالات وداوها لواحد البراكه اخرى. تكلفوا الجيران في كل شيء، في العشاء وفي الدفين. ما كامله السيمانه العيالات اللي كانوا كيبكيو في الموت ديال الوالده ولاو كيدوروا بالوالد. راه كاينه اختي لا بغيت تزوج، كاينه واحد صاحبتي بالطوموبيل ديالها ولاو ساعه يدوروا بالوالد، والواعره فيهم هي واحد ختنا اللي ما كانتش كتحيد من عند الوالده من الدار. ولات كتصيفط للوالد ديالي ميساجات وكتقول ليه تعشيتي؟ والله ما كرهت نجي نطيب لك العشاء. بنادم وجهه صحيح. بسبب هادشي اللي شفت وليت كنكرههم كاملين. الوالد ما بغاش في الاول يتزوج، ولكن تخا كان خاص ضروري يتزوج. خدا وحده كتبان عليها الله يعمرها دار، جلسها حدانا وقال لها هادو الوليدات ديالي هما اللي عندي في هاد الحياه، الا قبلتي عليهم وكنتي غادا تخافي الله فيهم مرحبا بيك. قالت لي الله يا ودي هادو راه كتار من ولادي. بقى كيشوف فيها وقال لها بيناتنا الله. تزوج بها الوالد وكانت كتعامل معنا مزيان في الاول، حتى ضربات شي شهر ونص تبدلات، هزيتي وحده وحطيتي وحده، وليت كل ما زوج انا واختي كتقمعنا. فين ما كيجي الوالد كتبدا تمثل عليه وتقول ليه ولادك داو ليا. الوالد عمو مسكين قال لي شي حاجه، ولكن حسيت بيه ولا معذب مع هاد الميكروبه. داكشي علاش فقت واحد الصباح وانا عندي 12 درهم في جيبي، حلفت ما نرجع للدار. بقيت كندور في الزناقي حتى وصل الليل. تعرفت على شي دراري حتى هما ما عندهمش فين يمشيو. بتنا في واحد البلاصه قريبه لواحد السوق. طلع لي الدم حيت ناعس في الارض، ولكن اللهم هنايا ولا مبقى متقل على الوالد. بديت حياة جديده ديال الزنقه. شافني واحد الدري ولد داب وقال لي با قالب عليك الدنيا يلا للدار. ما بغيتش نمشي معاه، مشى وخلاني. عرفتو غادي يقول للوالد؟ قلتها للدراري اللي تعاشرت معاهم، وبدلنا الكوان ومشينا لواحد السوق قريب بزاف من شي فيلات، وبدينا كنبيعو الميكا وكنهزو مع العيالات التقديه وكيدوروا معنا. دوزت شي شهر وانا بحال هكاك.
واحد النهار كنت جالس انا والعشيره ديالي، هزيت مع واحد المرا القفه ودورات معايا. دابا النوبه الجايه ديال صاحبي وقفات واحد المرا بواحد حديده مفرقعه وبدات كتشوف فينا وعيطات علينا. مشى لعند صاحبي وقالت ليه لا لا ماشي انت الاخر. قال لي هو لا يلا خدم مع السيده راه النوبه فيا انا. جبدات 10 دراهم وعطاتها ليه وقالت ليه كلم لي داك الدري. نطت عندها وسولاتني على سميتي، قلت لها سميتي لطفي. قالت لي شنو كدير هنايا؟ ما قدرت نقول لها والو حشمت. جبدات 10 دراهم عطاتها ليا ومشات. كانت مع واحد البنت باينه الخدامه ديالها. الغد ليه كيف العاده جينا ندبروا على راسنا. بانت هي داك المرا ولكن جايه بوحدها هاد المرا وبواحد الطوموبيل الهربة على ديك اللي جابت البارح. شافتني وهي تعيط عليا، مشيت كنجري لعندها وقالت لي طلع. طلعت وقالت لي عاودي القصه ديالك كامله وما تخاف من والو، انت كتبان لي دري نقي، اش كدير مع هاد البراش؟ غادي نخرجوا عليك وغادي تبلا. عاودت لها حياتي كامله، عينيها دمعوا وقالت لي ما خاصك تضيع الغراي ديالك، واش نرجعك للدار وندوي مع الوالد ديالك؟ قلت لها لا صافي بغيت ننزل. قالت لي صافي غير بقى على خاطرك. قالت لي يلاه معايا الدار تاكل شويه وتبدل هاد الحاله اللي انت فيها وارتاح شويه. بقيت كنشوف فيها ووافقت. داتني في داك الطوموبيل اللي بقيت غير حال فمي فيها. بقات كتخيط في الزناقي حتى وقفات حدا واحد الفيلا، كلاكسونات وهو يحلها العساس. دخلنا بالطوموبيل ديالنا. بالحكم انني عشت في الكيان وانا داخل الفيلا جاب لي الله بحال داخل شي حديقه. كانت شي حاجه خطيره بزاف، جردة كبير واتساع واحد لابيسين كبير. عيطات على واحد الخدامه ودواو بيناتهم. من بعد جات داتني الخدامه دوش بزاف بحال هاد الدوشات كنت كنشوفهم في المسلسلات. بيني وبينكم والله حتى حشمت ندوش فيه، واخا نوصف لكم حتى نعيا ما غاديش تصور كيفاش داير داكشي. ما عرفت واش داكشي عادي غير انا اللي محروم ولا داكشي نيت خطير بزاف. ساليت الدوش ديالي وعطاتني الحوايج اللي جاوني لاصقين. خرجت وداتي الخدامه شويه ديال الريحه، جلساتني بواحد الطبله وحطات ليا مال الدواء طاب من الماكله. عرفتها مزيان. من بعد داتني لواحد البيت نعست شي 4 السوايع. اول مره بحياتي غادي نعس بهاد الراحه هادي. فقت على صوت شي دراري كيلعبوا، حليت الباب وخرجت لقيت ولد وبنت كيلعبوا ما كيهضروش بالعربيه كاع. شافوني جاو كيجريو لعندي وقالوا لي شي حاجه بالفرنسي وشكون عارف شنو قالوا. بقيت غير كنشوف فيهم وما فاهم والو. جات الخدامه كتجري لعندهم ودوات معاهم بالفرنسي، عاد بداو كيدويو معايا بالعربيه. قال لي شنو سميتك؟ قلت له لطفي. وانت؟ قال لي انا ادم وهذه اختي مها، اجي لعب معنا بالالعاب ديالنا. كانت هذه احسن حاجه سمعتها. شفت شي العاب عندهم عماني في الحياه ديالي ما شفتهم. بقيت كنلعب معاهم وعاجبني الحال. شويه دخل واحد الراجل بواحد الحديده ناضيه، ما عرفتوش شكون ولكن شفت الدراري غير شافوه بداو كيغوتو بابا، عرفتو الوالد ديالهم. مشاو كيجريو لعندو نزلوا عندكم بجوج، وانا بقيت مصمم في بلاصتي وحشمت وما عرفت شنو ندير. شافني وقال لهم شكون هذا؟ قال ليه ولدو هذا لطفي ضيف هاد الدري. كان كيضحك وهو يجمع الضحكه دا فيا واحد خنزيره اللي ما حملتش راسي. خلانا ودخلت. كانت داك الساعه هابطه الحاجه، تلاقاو بدا كينقول عليها. سمعت كلمه وحده ما بقيتش باغي نزيد ساعه تماك. هي ولادي ما يلعبوش مع بحال هذا. خليتهم وصلت ديريكت للباب. بديت كنحل فيه، شافني العساس جا كيجري لعندي، شدني وعيط على الحاجه. جات لعندي تزيرت بزاف وبديت كنبكي. قالت لي مالك؟ قلت لها والو، انا خرجت من دارنا باش نخلي الوالد مرتاح وما جبدش ليه المشاكل مع ماتو، ما بغيتش نجبد لك حتى انت الصداع مع راجلك. قالت لي تسناني هنايا. مشات لبسات حوايجها وهزاتني في الطوموبيل وداتني لدار الايتام. قالت لي غادي تعيش هنايا وتكمل قرايتك وانا غادا نبقى معاك حتى توصل ان شاء الله. داكشي اللي كان. وصلت عليا المديره اللي كانت صاحبتها. الصراحه كانت كتعامل معايا مزيان. بديت حياه جديده، بديت القرايه ديالي وتعرفت على دراري جداد.
المهم حياتي ولات بخير. كانت الحاجه كل حد كتجي لعندي لحد الساعه عماني عرفت علاش كتعامل معايا بحال هكا. لقيت الراحه ديالي وسط الدراري وبديت كنقرا مزيان وكنجيب معدلات زوينه بزاف. كانت الحاجه كتحفزني بزاف، فين ما كنجيب شي معدل زوين كتخرجني نهار الحد وكتفرح بيا. دوزت الابتدائي ديالي كامل مزيان، من بعد طلعت الاعدادي كاع الاساتذه كنت عزيز عليهم. ما عرفت واش داكشي ديال الله ولا غير حيت انا من طرف الحاجه. دازت سنين وانا غادي وكنكبر، توحشت الوالد واختي، ولكن قررت حتى ندير شي حاجه في حياتي عاد نمشي لعندهم. المهم شديت الباك ديالي، الحاجه فرحات ليا كثر ما فرحت انا، هي اللي ولات كتحكم ليا في المسار الدراسي ديالي. كملت لافاك وشديت الماستر. من بعد الحاجه بدات كتقلب ليا على سي ستاج، لقات ليا واحد في الشركه ديال التيد. من بعد عرضات عليا بنت هاد الزوجات عاس داز مفرقع ديال بصح. كنت جالس فواحد الطبله مع شي رجال، زيت عينيا كتبان لي الحاجه سلمت على واحد المراه باين عليها العاقه في الوجه ديالها. كانت الحاجه كتشوف فيا وكتهضر، واحد اللحظه كتبان لي كتشير بيديها. بقيت كنشوف ورايا ما كان حتى شي واحد. قالت لي انت. جمعت الوقفه ومشيت لعندها، سلمت عليها وقالت لي كنقدم ليك الحاجه الغيت. شفت فيها وقلت لها مشرفين، الا شفتيها من بعيد تقول شبعانه عياقه، ولكن الصراحه قمه التواضع. من بعد رجعت للبلاصه ديالي وداز العس زوين. المهم داز الوقت ورجعت لدار الايتام، جمعت الحوايج ديالي ودبرت في الكام مع واحد 3 ديال الدراري. كملت ستاج والحاجه بدات كتقلب ليا مسكينه على خدمه، وحتى انا كنت كنقلب وندفع السيفيات. حتى لواحد النهار شفت لي الحاجه واحد الشركه عراقيه، خدمت معاهم عام، عجباتهم الخدمه ديالي وعطاوني بوست زوين بزاف. وليت انا اللي مقابل ليهم الحسابات ديال الشركه كامله. كنت خدام مزيان والصالير كان مزيان، وكانت عاجباهم الخدمه ديالي. كل 3 شهور 4 شهور كيتزادني بريم وكنترقى في المنصب ديالي، ولكن للاسف حتى شي حاجه ما كتكون زوينه وكتدوم. ضروري كيجي واحد النهار وكتسالي. بدات المشاكل ديالي في الخدمه بسبب الحرب اللي كانت في العراق، لدرجه واحد النهار سدوا الشركه ومشاو في حالاتهم. خوكم ما بين ليله ونهار صبحت مريح من الخدمه. بديت من جديد كنقلب على خدمه. هاد المده كامله وانا كنشوف الحاجه كل جمعه ضروري خاصني نحضر باش ناكلو كسكسو مجموعين. واحد النهار عيطت علي الحاجه، كنت معاها في الطوموبيل، قالت لي غادا نديك لواحد الشركه زوينه بزاف الله يسهل لك فيها. قلت ليها الحاجه هادي سنين وانا معاك وانت اللي كباتيني وعتقتيني من الزنقه وانا كنعتبرك في المثابه ديال الوالده ديالي. بغيت نعرف علاش كديري معايا بحال هكا. بلاصه الطوموبيل ديالها في الجنب وقالت لي حيت القصه ديالي بحال ديالك، وانا اللي حاسه بالمعنى ديال ان امك تموت وتخليك بوحدك في هاد الحياه. حتى انا كانت عندي 12 عام فاش توفات لي الوالده، غير الوالد ديالي ماشي بحال ديالك. حنا دازت شهر جاب مرض الدار وكانت باقا صغيره، دوزت علينا العذاب ديال بصح وقدامه، واللي دوا فينا كيزيد يكمل عليه. حتى انا كنت كنفكر نهرب من الدار ونهرب من الشر ديال مرات الوالد. حتى لواحد النهار جات خالتي على غفله ولقات الدراع ديالي كله زرق. ملي سولاتني عاودت لها داك الشيء كامل اللي دارت ليا. دخلت الكوزينه ودات واحد كاسونه فيها الماء وطيباتو حتى ولا كيغلي، وبقات كتسنى فيها حتى جات. قالت لها علاش درتي للدراري هادشي؟ خويا صغار مني حتى هو كان كله لحم زرق. دوزت علينا العذاب لدرجه وليت كنكره الوالد، كيشوف ولادو كيتعذبوا حداه وهو ما على بالوش بينا، كيدير ليها خاطرها في كل شيء. المهم مرات الوالد بقات كتسب في الخاله ديالي وقالت لها الا ما عجبكش الحال ديهم يعيشوا معك. قالت لها واخا، ولكن حتى انا غادي نرد ليك هادشي اللي درتي لهم. الخاله عندي كانت قبيحه بزاف، هزا داك كاسونه وخواتها لي على الكماره ديالها، عيطات على الوالد يجي يعتق المرا ديالو وداتنا لدارها. من بعد دات محامي وتابعت الوالد بسببنا وقلبت لداك الميكروبا كلشي على ظهرها. نهار المحكمه قلنا داكشي كامل اللي حفظاتنا خالتنا، بلي ما تبا كانت كضربنا. خالتي جات لعندها وحيحات عليها، قالت لها والله حتى غادي نصيبطك للحبس. هزا داك كاسونه ديال الماء وخواتها على وجهها وبدينا كنبكيو وقلنا لهم خالتي مسكينه ما دات والو. اصلا خالتي راجل هو كي الملك، كان خاصها غير شويه تكالي على راسها وصافي.
المهم خالتي قراتني وتهلاط فيا انا وخويا اللي صيفطاتو للميريكان. من بعد تزوجت بهذا الراجل ولدت معاه 2 ديال الوليدات. ما عرفتش علاش النهار الاول فاش شفتك شفت راسي بست ليها راسها وقلت ليها عماني نسى الخير ديالك. مشينا لداك الشركه وما جاوش الله تيسير. بقات مسكينه كتجري على قبلي. دازت مده وخوكم كيدفع. من بعد دفعت 16 لواحد لابونك دوزت معاهم شهر واحد. خدموني معاهم وبديت في الاول غير كيسي. كنت خدام معقول. بقيت غادي بشويه بشويه. المدير ديالنا شد تقاعد. درنا ليه واحد الاحتفال صغير في لابونك وعطيته واحد الكادو بسيط. في نفس الوقت قال لي الكادو ديالي اللي غنعطيك انا هو انت اللي غادي تشد بلاصتي حيت ما لقيت شي واحد احسن منك. داكشي علاش انا صيفط الضمون ديالي للشركه الكبيره. فرحت بزاف وعنك وقلت لي شكرا. قال لي الا بغيتي تشكوني ديال بصح هو تحافظ على هاد البلاصه اللي عطيتك وتحمر ليا وجهي. راك انت دابا محسوب عليا انا. صراحه فرحت بزاف. اما الحاجه كيف العاده فرحات كثر مني. عرضت على الحاجه الغدا وتهليت فيها. تغدينا ودارت لعندي وقالت لي ايوا دابا خاصك تزوج. بديت كنضحك وقلت ليها باغا تزربي عليا الحاجه غير بلاتي راكي عارف اني باقي ناشف ويلاه بادي الخدمه. قالت لي المهم غير وجد راسك راني لقيت لك الماء. بديت كنضحك وقلت ليها هات المراه كانت موجوده على القص غير خدمت بنت. وبدينا كنضحكوا. قالت لي يا ولدي لطفي راني داويه معاك بصح. هاد البنت كانت عاجباني من شحال هادي. كنت كنتسنى غير الوقت المناسب وصافي. المهم غير وجد لي راسك. قلت لها واش شكون هاد السيده هادي؟ قالت لي بنت الحاجه الغيت. قلت لها ما عرفتهاش. قالت لي اللي سلمت عليها في العرس. عاد تفكرتها. قلت لها الحاجه انت راك بحال الوالده ديالي. انا حاجه وحده ما بغيتهاش هي نتزوج بشي وحده لاباس عليها غدا ولا بعد غدا تبدا تعياني. لا هي لا العائله ديالها خصوصا كتبان بنت عائله كبيره وانا راك عارفه شنو كاين. قالت لي ما حد باقا عايشه في هاد الدنيا ما كاين حتى شي واحد يقدر ينقص منك. قالت لي غير تساخر الله وخلي كلشي عليا. المهم وليت خدام مزيان وليت كنتخلص مزيان وبدات كتقاد لي الحياه ديالي. دازت شي 4 ايام خرجت من الخدمه لقيت الحاجه كتسنى فيا. هزاتني في الطوموبيل ديالها وداتني لواحد القهوه. الحاجه غاده وانا تابعه ما عرفتش فين غاده ما بغاتش تقول لي كاع. شويه وقفات حدا واحد الطبله وبدات كتسلم. شفت الغيت وحداها واحد البنت كانت عاطيني بالظهر. كنت كنتسنى غير الفرصه باش نشوف ليها في الوجه ديالها حيت عرفت علاش الحاجه جيباني هنايا. بغات تعرفني على البنت اللي باغا تزوجني بها. سلمت على الغيت من بعد ما عطيت يدي للدريه. ما نكذبش عليكم خيبوعه. انا ما كنقللش من خلق الله ولكن ماشي ستيل ديالي. بقيت جالس ومصدوم وكنقول مع راسي حرام عليك الحاجه. حتى هما مريقلين عرفوني تقاست وبانت لي في وجهها البنت ما عجباتنيش. بقاو مطلعين عليا. قالت لي الغيت كي جاتك بنت يا ولدي؟ قلت لها زوينه الله يحفظها ليك. هما يتفرقعوا بالضحك حتى من الدريه اللي معاهم ضرباتها بواحد الضحكه. ملي ضحكات بديت كنقول مع راسي كون غير بقات ساكته الله يسمح ليا ولكن هادشي اللي عطا الله. شويه شفت واحد الدريه زوينه بزاف جايه. كندوي غير مع راسي وكنقول شوف الدريات كيفاش دايرين وما جايبين لي هاد كوفا. وهي توقف في الطبله ديالنا وقالت ليها ماما شنو بغيتي علاش مصدعاني جي 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 ياك لاباس؟ قالت ليها والو سلمي على الناس بعدا وجلسي. عاد زدت التمرات ديال بصح. قلت كيفاش هادو المليح مخلين وعندهم ملصقين ليا هاد كوفا. سلمات عليا البنت وجلسات شي ربع ساعه وهما مطلعين عليا. عاد عرفت بلي داك البنت غير الخدامه مسكينه وحتى هي ميكروبه عاشت معاهم الدور. قالت لي الحاجه هذه هي بنت يا ولدي غير كنا ضاحكين معاك وصافي. قالت لي كيف جاتك؟ قلت لها تبارك الله هذه بياسه وتفرقعوا كاملين بالضحك. قالت لي كنقدم ليك بنتي آية ودارت عندي وقالت ليها هذا لطفي. ناضت الحاجه وقالت لهم يلا نمشيو. بقيت غير انا وآية وهضرت معاها وعجباتني بزاف. تبادلنا بالنوامر ولينا كندويو يوميا. ملي وصلنا للمعقول جلست معاها وعاودت لها كلشي عليا
من الصفر باش عجباتني. قالت لي انا ما كيهمنيش هادشي كامل اللي كتعاود ليا، انا كتهمني غير انت ومستعد نكمل معاك حياتي. وبدينا كنفكروا في الزواج. تلاقيت مع باها وكان الله يعمرها دار. قال لي اسمع ولدي، اي حاجه تدوز، حاجه وحده اللي كتهمني هي تهلا ليا في بنتي. قلت ليه كون هاني عمي، غادي نحطها فوق عينيا. غير هو صبروا عليا غير شويه بين ما جمعت راسي، غير نكون واجد ونتوكل على الله. قال لي مرحبا ولدي، هو نصيحه وحده، ديو الكارط بعدا وبداو بشويه بشويه. قلت ليه مرحبا. عاودت الحاجه هاد البلان كامل اللي وقع. قالت لي الله يسهل عليكم ولدي. دا الشهر درنا خطبه كبيره في الفيلا ديالهم، وجابوا العدو حتى لتماك، شي حاجه واعره بزاف. من بعد اتفقنا من هنا ل 15 يوم غادي نديرو العرس، واحد القاعه اللي كانت غاليه بزاف. كنت جالس واحد النهار وتفكرت عندي حتى انا عائله، اختي والوالد. طلع لي الدم وتنادم معايا الحال، بقيت مضارب مع الوقت ونسيت واش عندي شي عائله. مشيت للكاريان اللي تزاديت فيه وتصدمت ملي لقيت غير الخلا، ما بقاش الكاريان تماك. سولت واحد الراجل قال لي استافدوا ولدي من السكن وحولوهم لواحد البلاصه بعيده من هنايا. رجعت في حالي ودازت الوقت بالزابه وانا غير مع فينا الخواتم وتقدينا كاع داكشي اللي غادي يخصنا. وصل وقت العرس وداز زوين بزاف وكل شي كان فرحان. ملي سال العرس جات عندي الغيت اللي ولات نسيبتي، عطاتني كادو صغير، كانت كارطونه صغيره. ملي حليتها لقيت فيها كونطاك ديال الطوموبيل مفرقعه. المهم كنا فرحانين بزاف وكل شي داز زوين. بحكم الخدمه ديالي كنت مكلف على السكنه، ولقات لي باريطمه زوينه في البلاصه فين بغينا حنا. واللي عجبني فيها اكثر هو ان على الذوق ديال خرجنا حدا الباب لقيت الحديده اللي عطاتني النسيبه. هزيت ومشينا ديريكت للبارطمه ديالنا. كنت فرحان بزاف، راكم عارفين ليله العمر هادي. دخلنا من بعد ما بغاش يديني النعاس، بقيت جالس واحد كرسي وكنفكر حيت ماشي بنت. بدا الوسواس كيجيني وبديت كنقول مع راسي هادشي علاش واقيلا كيتهلاو فيا حيت عارفين بنتهم مدوزه الحرب. شويه كنقول لا عائلتها ماشي ديال هاد الفعيل. قلت مع راسي غادي نواجهها. بغيت نفيق لقيتها فايقه وكتبكي. قلت لها عاودي لي الصراحه. قالت لي كنت كنقرا في واحد المدرسه وتعرفت على واحد الولد. هاد الولد كان ولد السفير ديال المغرب. كنا كنبغيو بعضياتنا وكنا ناويين نتزوجو، ودارت اكبر غلط في حياتي وثقت فيه. من بعد مشى كمل قرايته في المانيا وطفى عليا التليفون وبدات كتبكي وقالت لي انا ما بغيتش نتفلى عليك، راني بصح كنبغيك، الا ما بغيتينيش ما تقول للوالد والو. انا غادي نقول لهم بغيت نطلق حيت الوالد الا عرف يا غادي يموت حيت مريض ولا غادي يقتلني. قلت لها ماشي مشكل، انا غادي نكمل معاك. جا الصباح كنتفاجئ بالوالده ديالها جات هي والعائله ديالها، جايبين معاهم الحليب والتمر، عندهم عاده ديال السوال وداكشي. كملت عادي وخليتها فرحات بالبنت ديالها. داز نهار زوين بزاف، حاولت ننسى عليا داكشي اللي وقع البارح. من بعد جا عندي باها وقال لي كي جاتك البارطمه اللي كيجو كي زوينه. بشويه بشويه عمي ان شاء الله حتى ندير البارطمه ديالي. قال لي ما كاينلاش، هذيك البارطمه راه ديالكم. ما فهمت والو، ما عرفت شنو نقول ليه. من بعد عرفت ان داك الموبل كامل ديال باها وعطانا بارطمه منه. قلت لي شكرا بزاف. قال لي بصحتكم، راني عطيتك اعز حاجه عندي واللي هي بنتي بقى غير الشي الاخر. الله يسهل عليكم وتهلاو في بعضياتكم. الحاجه مسكينه اللي رباتني قالت لي الكادو ديالي هو شهر ديال العسل في ميريكان وكل شيء موجده ليكم. بعد غدا عندكم الطياره فيه فواياج 15 يوم في ميريكان. واحد الصويك صغيره كانت فيه 5 مليون. ما بغيتش نشدها من عندها ولكن بزات عليا. كانت هذه اول مره غادي نخوي البلاد ولا نركب في شي طياره. المهم مشينا شدينا لوطيل ظريفه بزاف وكانت كتعامل معايا زوين، ولكن
غير دوزنا 4 ايام آية تبدلات بزاف وما بقاش كيف كانت، غير كتضحك، غير كتخمم وكتبدا تحك في نيفه بزاف وعينيها حماين. دخلات عليها وقلت لها يلا نديك للطبيب. غير سمعت الطبيب قالت لي لا 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 انا بخير. قلت لها علاش كتحكي نيفك بهاد الطريقه وعينيك واللحم ديالك؟ قالت لي ما عرفتش، واقيلا الجو هنايا ما وافقنيش، عندي حساسيه، تبدل عليا غير الجو صافي. عييت معاها باش نشوف الطبيب ولكن والو، راسها قاصح. المهم زدنا غير شي يومين اخرى ورجعنا للمغرب. نهار الاول في المغرب رجعت آية بخير، فرحت بزاف حيت كنت خايف عليها. جات لعندي آية وقالت لي عافاك ما تقول الوالدين ديالي والو، ما بغيتهمش يتخلعوا عليا. وداكشي اللي كان. رجعت للخدمه ديالي اللي لقيتهم دايرين لي حفله صغيره وفرحوا بيا بحكم انني كنت خدام من نيتي ومعقول. زادوني في الصالير وزادوني خدمه اخرى، وليت كنمشي مره في الشهر للشركات الكبار وكنجيب من عندهم فلوس صحيحه كنحطها في لابونك. المهم انا خدام وآية جالسه في الدار، كل جمعه كنمشيو نتغداو عند الحاجه اللي رباتني. داز الوقت وبديت كنلاحظ شي حوايج بحال الفلوس كل نهار كنلقى 500 درهم ناقصه من جيبي. المره الاولى الثانيه دخلني الشك، ويلي آية غادا تهز ليا تحشم تقول لي شي حاجه كاع، بدا هي كابره في الخير وشبعاني العاقه. المهم واحد النهار حطيت 1000 درهم في الجيب ديالي، دخلت بدلت الحوايج ديالي ودرت راسي بحال مشيت للطواليت. بقيت مخزون شويه، دخلات آية كيف العاده وبدات كتقلب ليا في الجيب ديالي، خرجت الفلوس وانا نوقف عليها. قلت شنو كديري؟ بقات مصدومه وبدات كتقلب في الهضره وقالت لي غير خاصني شي حاجه انا كنت ديجا غادي نقولها ليك. جيتها من الاخر وقلت لها انت ديما كتهزي لي فلوس، غير قولي لي الصراحه علاش بغيتيهم؟ عيات ما تنكر ولكن حكات معاها مزيان. شويه بدات كتبكي وقالت لي ما نقدرش نقول لك. قلت لها علاش؟ قالت لي الا قلت لك غادي تخليني وما بغيتش نخسرك. وبدات كتبكي عاوتاني. بيني وبينكم ما فهمت والو. قلت لها غير قولي لي الصراحه وما تفرقني معاك غير الموت. قالت لي انا مليا بالكوكايين وكل نهار خاصني 400 درهم حتى ل 500 وما قدرتش نقولها ليك. كاع الفلوس اللي كانوا عاطيني والدي خسرتهم. بقيت مصدوم في بلاصتي وما عرفتش ما نقول لها. قلت لها ايوا شنو دابا؟ شنو غادي نديرو في هاد المصيبه؟ قلت لها يلاه نديك للطبيب وتبداي تعالجي بشويه بشويه. بدات كتبكي عاوتاني وقالت لي ماشي هو هذا المشكل هو اللي كنت كناخذ من عنده لا دروك كيتسالني 4 المليون ولاو كيهدوني، وهاد السيمانه غادي يجيو عندي للدار الا ما عطيتهمش الفلوس. وانا ما كذبش عليك ما قدرتش نقولها للوالد. ما عرفتش منين غادي نجيب ليهم هاد الفلوس، والمصيبه الكبيره هي هاد خونا اللي كان كيبيع ليا خدام مع شي عصابه. ما عرفت شنو غادي ندير. الا طلبت من عند الوالد هاد المبلغ كامل غادي يحس باللي كاينه شي حاجه وانا ما بغيتوش يعرف. وحنا كندويو سمعنا الدقان على الجهات في الباب بحال البوليس. مشيت كنجري باش نحل الباب وتابعني آية من ورايا غير باش هاد الميكروب ما يعاودش يدق عاوتاني. كان كيدق على الجهات. مع حليت الباب كانوا واحد 3 كلهم قد الحيوط وباينه فيهم مقطعين ديال بصح. واحد هاز بيستولي في يديه وواحد كان هاز معاه سيف، اما الثالث ما عرفت شنو داك العجيب هاز معاه. دفعني واحد فيهم لصقني مع الحيط. خوكم ماشي من داك النوع اللي قبيح ولا عزيز عليا المضاربات. تقريبا حياتي كامله ضربت مره وحده. واحد الميكروب فيهم شد آية من شعرها وقال لها ما بغيتيش تعطينا زقنا. ما رضيتش داك اللحظه ومشيت كنجري ودفعتو ما فهم والو. هاد الصح مع الباب. قلت لي هادي راه ماتي واللي وصل ليها والله حتى نحيه. تفرقعوا عليا كاملين بالضحك. دار لعندها وقال لها صافي تزوجتي. دار لعندي داك الميكروب اللي ضربتو كان يضربني بجوج، غير الليبره ديالو كتبان كبر من راسي. ضربني بواحد كوشي للفم وقال لي يوا خلص عليها. دار لعند آية وقال لها اخر مره نجيو لعندك رزقنا انت اللي غادي تجيبيه لينا. يلا بغى يصافقها وانا نعطيه واحد كوشي. داز لي شويه ديال الدم الفم ديالو كعاو هما يخلطونا بزوج. ما بقيت عقلت على والو حتى دازت شي نص ساعه. حليت عيني لقيت راسي كلي مفشخ ومنشوف لاد. وآية حتى هي
كلها دمايات. نطت بزاف وبديت كنفيق فيها، صراحه تخلعت عليها. الحمد لله ما وقع ليها والو. قالت لي اسمح لي بزاف، ديما جابده ليك المشاكل. قلت لها انت راكي ماتي وغادي نتقاتل معاك حتى الموت. نضنا دوشنا وصلنا داك الحاله. الغد ليه كنا معوضين عند الوالدين ديالها، عيطنا ليهم وقلنا ليهم راه حنا سافرنا. اللهم تقول بحال هكا ولا يشوفونا بداك الحاله واكلين قتله ديال الكلاب. الغد ليه مشيت للخدمه ديالي، سولوني حتى هما، قلت لهم تلقى ليا غير واحد الشفار. المهم ساعه كنعيط الايه ونسول فيها، بقيت مديرونجي. بغيت نمشي نديكلاري البوليس، ولكن اش تقول لهم؟ ماشي مبليه بكوكايين. اللهم نصبر حتى نشوف شنو غادي ندير. دازت شي 3 سوايع عاود تعيط الايه، التليفون ديالها ما كيصونيش. عرفت شي حاجه ماشي هي هذيك. كنت دويت مع الشاف ديالي الكبير باش ناخد كيدي فيه 4 مليون ونعطيه لداك المكايب ونتفكوا من هاد المصيبه. ملي ما جاوبتنيش ايه خرجت من الخدمه ومشيت ديريكت للدار، وداكشي اللي كنت كنتوقعو هو اللي كاين. ايه ما كايناش. بقيت كنتسنى فيها شحال وكنعيط والو، التليفون ما كيصونيش. تخلعت بزاف وما قدرتش نقولها للوالدين ديالها، حيت اصلا حنا البارح قلنا ليهم راهم مسافرين. من بعد ما تسنيت ساعتين صافي طلع لي الدم، وبان لي البلان الوحيد اللي كاين هو البوليس. يلا بغيت نخرج مع الدار، كتبان لي ايه داخله. كانت داخله وكتبكي. نط كنجري لعندها، قلت لها مالك ياك ما جاوليك عاوتاني؟ بقات ساكته. شويه كيبان واحد الميكروب من وراها، وبداو كيدخلوا بالواحد. دوك 3 ديال البارح نيت. مع وقف حدايا، تي شنو بغيتي عاوتاني؟ دابا نوجد ديك الفلوس ديالك. رش ليا شي حاجه على وجهي، ما عقلت على والو. فاش فقت لقيت راسي في واحد الفيرما كبيره ودايرين بيا داك المكاريب اللي جابوني من الدار. عاد كان واحد راجل كبير شويه في اللاج، ولكن باينه فيه كلوصا ديال بصح. قال لي اهلا مرحبا بك. قال لي اسمع، ما عندناش مع الهضره بزاف. قالت لي مرتك بلي انت مدير ديال شي بنكه، فلوس صحيحه كتلعب بياك. حنا درنا البحث ديالنا وعرفنا الخدمه ديالك كامله اللي كدير، وعرفتك كتمشي مره في الشهر لواحد الشركه وكتجيب من عندهم فلوس صحيحه. نهار لعندو قلت ليه انت ماشي شغلك في هادشي كامل، شحال كتسالو 4 مليون غادي نعطيها لكم غدا، ولا باقي شفت شي واحد حدا الدار ديالي ديك الساعه غادي نعلم البوليس. بدا كيضحك وقال لي هادشي كان شحال هادي، اما دابا مبقيناش كنتسالو 4، داكشي الدوبل. قال لي من الاحسن ما يكونش راس قاصح وتسمع هاد الحل اللي غادي نقول لك، ما تخاف ما والو، ما غاديش نضروك. الا وافقتي على هاد الحل هادشي اللي بغينا، ولا ما وافقتيش راك غادي تبقى تشوفنا حياتك كامله وغادي نحولوها لك الجحيم. وهاد المرا ديالك عمرك ما غادي تشوف معاها نهار زوين. قال لي النهار اللي غادي تكون غادي فيه الشركه وتجيب داك الفلوس من عندهم غادي نديرو معاك شي بلاصه وغادي نجيو نكريسيوك. ما تخاف ما والو، ما غنضربوك ما والو. ملي نخطفوا ليك الصاك ديال الفلوس انت داك الساعه بدا تغوت عادي، وغادي يجيو البوليس وحتى انت ما عليك والو، تكريسيتي وصافي. ولا داز كلشي كيف ما قلنا ليك. كان واعدك عماني باغي نوصل ليك، لا انت لا ماتك. بقيت كنفكر واحد شويه ووافقت، حيت ما عندي حتى خيار. قال لي باش ما تغدرناش ماتك غادا تبقى معانا. تي شنو؟ واش كتحلم؟ والله لا بقات معاكم، هذا هو الشرط ديالي، ولا غير قتلوني اصلا. كرهت هاد الحياه هادي. واحد الميكروب كان واقف تماك كان جاي باغي يضربني. قال لي ما تبقاش تغوت على الشاف ديالي. حبسه هو وقال ليه غير خليه. قال لي اسمع، غادي نخلي ماتك تمشي معاك، ولكن الا حاولتي تغدرنا راك عارفنا دغيا نوصلوا ليك. ونصيحه ليك، كتبان لي راجل ذكي بلا ما تحاول دير فيها قافز. امتى غادي تمشي لهاد الشركه؟ قلت ليه باقا 10 ايام. قال لي حنا غادي نبقاو مراقبينك ومراقبين حتى التليفون ديالك، ولا بغيتي تلعب معنا غادي نلعبوا معاك. غطاو ليا وجهي انا وايه وما بقيناش شفنا والو حتى وقفوا قدام الباب ديال العماره ديالنا، حيدوا لينا داكشي على وجهنا، نزلونا ومشاو في حالاتهم. بدات ايه كتبكي عاوتاني وقالت لي اسمح لي بزاف، انا اللي عاودت لهم كلشي على خدمتك وجبت لك المشاكل. طلع لي الدم وتعصبت بزاف، ولكن واخا هكاك بقات فيا. عارفه مسكينه حتى هي مدمنه على لا دروك، داكشي علاش كيديروا فيها ما بغاو. قالت لي شنو غادي دير دابا؟ قلت لها غادي ندير داكشي اللي قالوا لي ونتهناو منهم ومن صداعهم. نض الصباح بكري
ومشيت للخدمه ديالي كيف العاده. وصلت ل11 خرجت ومشيت ديريكت للكوميساريه، حيت خفت بزاف لا نحصل ونغرق في الحبس وانا ما داير والو. انا غادي في الطريق كنحس بشي واحد تابعني، وقفت حدا واحد الزنقه حتى هو وقف. اي زنقه كندور معاها حتى هو كيدور. من بعد عرفتو انه تابعني. وقفت حدا واحد السناك، قصيت واحد الساندويش ورجعت للخدمه ديالي. عرفت القضيه مزيره ديال بصح. فكرت باش نعيط من التليفون ديال الخدمه للبوليس، ولكن ما كذبش عليكم خفت من هاد المكايب. عارفهم ما كيخافوش وما غاديينش يعقلوا عليا. رجعت للدار كنلقى آية حالتها، عرفتها مسكينه تقطعات عاوتاني وخاصه الكوكايين. بقيت كنسول على شي اطباء مختصين في علاج ديال الادمان، حتى لقيت واحد الطبيب الله يعمه هذا اللي وافقات تجي عندي حتى للدار وتعالج ليا ماتي آية. وداكشي اللي كان. بدات كتجي وكدير لها الحصات ديالها، من بعد كنسد عليها في البيت ديالها باش ما تخرجش وتعاود تمشي تجيب شي حاجه اخرى. اللهم تعذب دابا ومن بعد نتفكوا من هاد المصيبه. بدا كيدوز الوقت بالزابه. بقات غير 3 ايام وغادي نمشي لداك الشركه. دخلت لعند آية اللي لقيتها جالسه مكالميه. غير شافتني جات عند قالتني وقالت لي اسمع ما ديرش داكشي اللي قالوا لك. انا غادي ندوي مع الوالد ونقول ليه هاني محتاجه شي فلوس، غادي نعطيهم ليك عطيهم لداك الميكروب وحنا سالينا من هادشي كامل. قلت لي هذاك الميكروب ما بقاش باغي داك الفلوس ديالك، ولا باغيهم دوبلين، وفوق هادشي ولا باغي الفلوس غير ديال داك الشركه. راه طمع وكبل الكاش ديالو وحنا ما قادين على مشاكل. اللهم نديرو معاهم بحال هكا ونتهناو منهم. كنت كنشوف في عينين ديال آية الخوف عليا، ولكن ما عندنا ما نديرو، غادي نغامرو وصافي. بقات يومين وغادي نمشي لداك الشركه. بقيت جالس في البيو ديالي الفطور ما فطرتش، كانت شاداني الخلعه ديال بصح. وليت كنقول في اخر اياماتي غادي نمشي ندوزها في الحبس وانا ما داير والو. شويه وانا كنقلب في البيسي طلع لي الكونت ديال واحد الحنشه، كانت فيه شي 4000 درهم. حيدت ليه منها 3000 درهم ووصلوا ميساج في التليفون ديالو باللي شي واحد تيرا ليه 3000 درهم. ما كاملاش ساعتين ديال المكانه كيبان ليا داخل. فبدا كيدوي مع داك الولد اللي في لا ريسبسيون. شويه صيفطو لعندي، بقيت كندوي معاه عادي وما بغيتش نجبد معاه حتى شي موضوع، حيت ما بقيت كنتيق في حتى شي واحد. حتى من السيكوريتي وليت خايف منه. في هاد البلاد تعطي البنادم 200 درهم يبيعك. داكشي علاش قلت ليه اسمح لينا وقع واحد الغلط، هكا الفلوس ديالك كامله. ما عطيتها ليه وخشيت ليه وصل منهم واحد الورقه. شاف داك الورقه يلاه بغى يجبدها وانا نغمزو. الحنشه كان على القص وفهمني دغيا، جمع الفلوس كاملين وما حسبهم ما والو، ضربهم في الجيب ديالو وخرج. الورقه كنت كاتب فيها هات اليومين غادا تسرق البنكه، عطيها لشي مسؤول كبير الله يجازيك بخير. بقى لي غير غدا في الخدمه، بعد غدا غادي نمشي نجيب الفلوس. الغد ليه مع 10 ديال الصباح جات واحد المراه لابسه جلابه، بغات تفتح الكونت ديالها، مشات عند الدري اللي في لا ريسبسيون. من بعد ما كملات معاه جات عندي باش تسيني شي ورق، حطات لي واحد الورقه ومشات. هزيت داك الورقه قريتها، لقيت فيها مع 6 ديال العشيه في واحد المحل ديال الحوايج قريب من هنايا. داكشي اللي درت، خرجت مع 4 ومشيت لواحد القهيوه حتى وصلت 6 ديال العشيه. من بعد دخلت لداك المحل، لقيت واحد راجل كبير شويه في العمر رحب بيا وعطاني واحد القميجه وقال لي دخل قيس عليه. دخلت لقيت 2 ديال لي زوفيسي سولوني، عاودت لهم كلشي بالتفاصيل باللي داك الناس مسلحين وداكشي اللي بغاوني ندير معاهم. مره كنخرج كنحط هذيك القميجه ونهز قميجه اخرى وندخل نقيسها. من بعد ما كملت ليهم داكشي كامل قال لي شوف كمل معاهم الخطه ودير معاهم كاع داكشي اللي بغاو وما تخافش، حنا غادي نراقبوك وغادي نصيفطو رجال اللي يراقبوا حتى الدار ديالك. خرجت ومشيت للدار، لقيت آية مسكينه حالتها كتبكي وخايفه عليا بزاف. غير تشوفني وتقول لي انا اللي خرجت لك على حياتك اسمح لي. قالت لي علاش ما نديروش حل اخر، نبيعوا هاد الدار هادي اللي عطانا بابا ونفكوا بها هاد المشكل ونبداو حياتنا من جديد، نخدم انا وياك. جلست حدايا وبس لها راسها وقلت لها الا كنتي كتبغيني ديال بصح وكتخافي عليا حيدي عليك هذاك الزبل وحاولي تعالجي راسك وتبعي مع الطبيبه داكشي اللي قالت لك كامل. قالت لي راني متبع معاها وداير اللي في جهدي، هادشي كامل غير على قبلك باش نرد ليك غير شويه ديال هاد الخير كامل اللي درتي معايا. المهم تعشيت ونعست. وصل النهار اللي غادي نمشي نجيب فيه الفلوس من الشركه، كانت شاداني واحد الخلعه
ما نعاودش لكم عليها. عيطوا لي دوك المكايب وقالوا لي غادي دوز من واحد الشارع توصل حدا واحد رون بوان وقف، وحنا غادي نوقفوا عليك بالموطور، نجبدوا عليك السلاح، عطينا الصاك. قلت لهم صافي كونوا هانين. الغد ليه مشيت للخدمه، وصلت الوقيته هزيت الطوموبيل ديالي ومشيت لداك الشركه، خديت من عندهم الصاك كانت فيها 94 مليون. خرجت من الباب والخلعه شاداني، بديت كنقول مع راسي هاد المكايب يقدروا كاع يقتلوني، شكون اللي غادي يتسوق ليا ولا يديها فيا؟ الصراحه هادشي اللي كنت خايف منه. ما حدي غادي وكنقرب من البلاصه اللي دات معاهم فيها، والخلعه غادا وكتزاد. وصلت للبلايصه اللي داو معايا فيها، وقفوا عليا واحد زوج بالموطور، كانوا دايرين الكاسك وما كيبان فيهم والو، حتى من يديهم دايرين فيهم الليقات. جبد عليا السلاح وقال لي طلق داك الصاك لهنايا. خدا الصاك ودفعني برجليه حتى طحت في الارض، وعفطوا عفطه وحده. بداو الناس كيتجوقوا عليا، ما كاملاش 5 دقائق وقفات ستافير ديال البوليس، عاودت ليهم داكشي كامل اللي وقع. بلاصيت الطوموبيل ديالي في الجنب وداوني معاهم في ستافير، داو ليهم قالب زوين بزاف. الوقيته اللي خرجت من الباب كانوا تابعيني واحد جوج دراري باقيين صغار، وراكبين غير على اس اش، تحلف عليهم ما بوليس. واحد فيهم كان ضارب شورط ونضيضات، والاخو حتى هو ضارب شورط وقميجه وكاسكيطه، تقول غير شي براش كيطلوطوا على الدريات وصافي. بقاو تابعيني حتى حضروا الفيلم كامل، من بعد تبعوا داك الزوج اللي كيساوني باش ما يعيقوش بزاف. كانوا عندهم اتصالات مع دراري بزاف راكبين على الماطر، فين ما كيوصلوا لشي بلاصه كيلونسيو الاخرين والاخرين كيكملوا يبقاو تابعينهم، باش هاد الجوج ما يعيقوا بوالو، حيت ساعه كانوا كيتلفتوا وراهم وكيلقاو الدراري تابعينهم. خوتنا في الله بقاو غاديين واحد المسافه طويله وما هربانين، وساعه كيتلفتوا وراهم كيبانوا ليهم جوج ديال البراش عادي كيدوروا بالماطر، ما تسوقوش ليهم. ملي تاكدوا باللي حتى شي واحد ما تابعهم عاد اتجهوا للفيامه ديالهم. ملي وصلوا حداها بقاو واقفين بعاد عليها، وساعه كيتلفتوا واش كاين شي واحد تابعهم. داك جوج دراري دازوا من حداهم، وبطبيعه الحال ما يمكنش ليهم يوقفوا، لونصاو شي واحد اخر اللي كان جايب طوموبيل، وهادي هي ديك المار الغليظه اللي جات عندي للبنكه. وقفات قريبه ليهم بزاف، المار الا شفتيها ما تعطيهاش بوليسيه، داكشي علاش حتى هما ما داوهاش فيها. بقات شاده التليفون وكتلعب فيه وحاضياهم. ملي تحركوا لونصاتها ليهم شويه كيبانوا ليها وقفوا قدام الباب ديال واحد الفيرما. 2 دقائق هما يدخلوا وسدوا الباب، ما كاملاش 10 دقائق طوقات الفيرما كامله من جميع الجوانب ديالها. اي واحد كيف ما بغى يكون النوع ديالو ما عندوش منين يهرب. وقف واحد الحنشه حدا الباب وبدا كيدق، مع حليل عساس الباب دفعوا جبد عليه البيستولي، وبداو البوليس كيدخلوا كاملين، شدوا الناس كاملين اللي فيها. كانت عندهم اوامر باي واحد جبد سلاح ما يعطلوش، داكشي علاش واحد الميكرو فيهم بغا يجبد بيستولي خلاهم، ما عرف الضربه منين جاتو. هادشي اللي خلع كاع الرجال ديالو وكلشي نعس في الارض. دخل الشاف ديال البوليس للفيرما لقى كلشي كاين الا الشاف ديالهم الكبير اللي ما كاينش. البوليس شدوا كلشي ولكن ما خرجوا حتى شي واحد من الفيرما، بغاو حتى يشدوا معاهم الشاف الكبير. شدوا داك الخدامه اللي قراب ليه بزاف واللي كيتواصل معاهم بالتليفون، وبقاو حاضينهم في واحد البيت. شويه صونا التليفون وكان الشاف ديالهم، قال لهم امضى كلشي هو داك. قال لي كلشي هو داك الشاف، الفلوس هي عندنا. فرح في التليفون وبدا كيشكر فيهم وقال لهم في الليل انا غادي نجي، والله حتى غنتهلا فيكم، اليوم الليله زاهيه. الشاف ديال البوليس بقى كيسول في هاد الخدامه اللي معاه وقال لهم شنو داتو اخو، شنو هما الجرائم اللي داتو. بقاو كينكروا ما بغاو يقولوا ليه والو. شويه جا عنده واحد اوفيسي وقال ليه الشاف كاين واحد الباب كيهبط لك لتحت، وسكينه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. خلى الخدامه ديالو حاضينهم البوليس ومشى لداك الباب، بقاو ضاربين معاه حتى فقعوه. ملي هبط الشاف تصدم واحد الصدمه كبيره، لقى لكاب كامل عامر حشيش وكوكايين والطوموبيلات مفصلين، والحاجه الوحيده اللي عمرها وقعات في المغرب هو السلاح. لقاو فيه بزاف ديال السلاح. الاوبيسي فرح بزاف حيت هاد العصابه غادا تفك ليهم شحال من قضيه. هادشي كامل ما قالوا حتى شي واحد باش يحافظ على السيد ديال الخدمه ديالو حتى يتشد الشاف ديالهم الكبير. سد الباب ورجع كلشي كيف ما كان. المهم بقاو كيتسناو حتى الليل. الشاف ما كان مخلي حتى شي واحد كيدور الا واحد الخدامه اللي خلاها باش تحل الباب باش يدخل الشاف ديالهم. عيط على الشاف وقال لها اجي نتيا.
شنو كديري مع هاد المكايب؟ قالت لي انا غا طيابه مع عصابه. بدات كتبكي وقالت ليه انا والله ما عارفه شي حاجه، كنجي في الصباح كنطيب الخدامه اللي كاينين هنايا وفي العشيه كنمشي في حالاتي. قال لها شنو سميتك؟ قالت لي حنان التاغي. تعجب الشاف وقال لها تاغي شنو كيجيك لطفي التاغي؟ قالت لي خويا هنا الاوفيسي دار راسو كلشي تخابق ليه. شويه دارت لعندو وقالت ليه ولكن انا 25 عام ما شفتوش. يلاه بغا يزيد يسولها سمع الكلاكسون في الباب، دفع وقال لها سيري حلي الباب وقولي ليه يدخل الخدامه مشاو. داكشي اللي دات، حلات ليه الباب مع دخل شويه في الطوموبيل قال لها فين هو العساس وفين هما الخدامه الاخرين؟ قالت لي العساس راه مشى فحالو والخدامه راه كاينين لداخل. مع دخل تسد الباب هما يدوروا به البوليس، هبطوه من الطوموبيل ديالو. من بعد بقى كيدوي مع الشاف الكبير وقال ليه نعطيك فلوس صحيحه وسير في حالاتك، ها اصلا واخا غادي نتشد ما غاديش نفوت عام وغادي نعاود نخرج من هنايا، وداك الساعه غادي يكون عندي معاك حساب. الاوفيسي ما تساطاتش ليه، هو يزع عليه واحد الكوشيات وقال لي انا ما كنخاف من حتى شي واحد واللي في جهدك ديرو. الاوفيسي عيط على الصحافه وعيط على الشاف اللي فوق منه، تبي البلاد دعوه تماك ديال بصح. وهاد الاخبار كانت دات بوم في المغرب كامل، اكبر مافيا في المغرب تشدات وحلات ليهم شحال من اللغز ديال شحال من جريمه وقعات، ومنهم الجريمه ديال السطو على الطوموبيل اللي كتنقل الاموال. من بعد ما بحثوا مزيان في الاسلحه تعرفوا على القطاس، كان نفس القطاس اللي تستخدم في هذيك العمليه، وكانت تفرات فيها 140 مليون وتقتل فيها الشيفور ديال داك الحفيله. عاد اعترافات بزاف ديال الرجال ديالو، منهم اغتصاب والشفره والطوموبيلات. شحال من واحد كان ديكلاري بالطوموبيل ديالو مشفوره لقاو شي حاجه قليله فيها، كلشي تفصل. كانت هاد العصابه كل مره في المدينه كيمشيو يضربوا الضربه ديالهم ويغبروا 3 شهور 4 شهور ويضربوا ضربه اخرى عاوتاني. كانوا ضربوا ويسترن يونيون اللي كاينه في مراكش، ولكن هاد الضربه خرجت لهم غير بروح وصافي. قتلوا البنت اللي كانت خدامه تماك، ولكن ملي قلبوا لقاو الفلوس يلا خرجات. هاد المده كامله وحتى شي واحد ما قدر يشدهم ولا يعرفهم شكون هما، حيت كانوا حاضين شغلهم مزيان. من بعد ما داو هاد الميكروب لقاو عدد الجرائم اللي داير هاد العصابه هادي 46 جريمه، عاد السرقات بوحدهم. كانت كتفرج في التلفازه وحضرت الفيلم كامل، خرجات من الدار مسكينه وجات كتجري لعندي ديريكت الكوميساريه، مع شافتني تلاحت عليا وعنقاتني وقالت لي على سلامتك. عرفت من بعد ان عيطات البوليس وعاودت لهم هادشي كامل اللي غادي يوقع، ولكن البوليس قالوا ليها صافي ما دير حتى شي حاجه، وجابوا بوليسي باش يبقى حاضر في الدار لا تولي خارجه لهم على الخطه ديالهم. بقات متبعه العلاج ديالها وبدات كتشافى بشويه بشويه. من بعد 20 يوم رجعت طبيعيه ولات بخير. اما الشاف ديال العصابه حكموا عليه بالاعدام، وعشرانو اللي كانوا معاه ما كاين غير 30 عام و20 عام. بات ملي شاف الاخبار ما فهم والو، ركب في الطوموبيل ديالو وجا عندي حتى للدار وعاودت لهم داكشي كامل اللي وقع، لا هو لا الحاجه اللي رباتني. وكلشي بداو كيقولوا لي على سلامتك، ولكن الموضوع ديال والادمان ديالها ما قلتو لحتى واحد. الوقت كامل اللي كنت جالس معاهم كانت مخشيه فيا. باها فرح بزاف ملي شاف بنته عايشه بخير وفرحانه معايا. تعشينا كاملين وكل واحد مشى في حالته. بدات الحياه كترجع طبيعيه كيف ما في الاول. رجعت الخدمه ديالي بقات مقابله الدار، حتى لواحد نهار عيط علي الاوفيسي اللي فك هاد الفيلم كامل وقال لي راني عارض عليك انت الغدا عندي اليوم. مشيت انا دخلنا للدار عنده، يلا جلسنا حطوا لينا اتاي. شويه كتبان لي واحد البنت داخله معها واحد راجل كبير، بلا ما نشعر نط كنجريو عنكتو. الوالد ديالي من بعد 25 عام غادي نتلاقى معاه، هو اختي حنان. الاوفيسي باش عرف الكنيات بحال في الفيرما شك فيا في الاول، وكان كيصحابني حتى انا مع داك المافيا. ملي كمل الخدمه ديالو مشى مع حنان حتى لعند الوالد ديالي وسولوا عليا. الوالد بدا كيبكي وقال لي 25 عام ما شفتوش، ياك لاباس الشاف، ياك ما وقعت لي شي حاجه؟ قال لي الشاف مسكين لا ما وقع لي والو، وقريب ان شاء الله غادي تشوفو. وداكشي علاش قرر يعرض علينا الغداء ويجمع الشمل ديالنا.
بقيت كنبكي وطلبت من الوالد السماحه، واختي مسكينه. قال لي الوالد مسكين انا مسامحك اولدي، انت اللي سمح ليا، ما كنتش عارف داك الميكروبه كتكافص عليكم، غير مشيتي نتايا قالتها لي اختك حنان وطلقتها في البلاصه. نضت عند الاوفيسي وبس ليه راسو وقلت لي شكرا بزاف على هاد لوجيست اللي درتي معايا. قال لي بالعكس اولدي، اي واحد في بلاصتي كان غادي يدير بحال هكا. عرفت الوالد واختي حنان على ماتي ايه، غير تغدينا هزيت الوالد واختي حنان والمدام ديالي وديتهم ديريكت عند الحاجه اللي رباتني. صونيت عليها في الفيلا ديالها، مع حلات لي الخدامه دخلت لقيت الحاجه واقفه مسمره وكتشوف فيا وما فهمت والو. وصلت حداها وبس لها راسها كيف مولف كندير ديما. دارت لعند الوالد وقلت ليه هاد السيده هي اللي ربات ليك ولدك، وهي اللي عتقاتني من الزنقه وعاونتني حتى قريت، وعاونتني في حياتي كامله، واهم حاجه بهاد الشي كامل زوجتني بهاد الملاك اللي واقف حداك. عيا حشمات وبدات كتضحك. الوالد بدا كيبكي وكيشكر في الحاجه ومشى لعندها بغا يبوس لها يديها. قال لها شكرا بزاف عتقتي ليا ولدي. خطفات مسكينه يديها وقالت ليه لا لا بالعكس، هذا راه كنعتبره ولدي. سلمات على اختي حنان وقالت لي على سلامتك، على سلامتك ملي تجمعتي مع العائله ديالك. بقينا مع الحاجه جالسين ورحبات بينا مسكينه. من بعد قال لي الوالد يلا وصلني يا ولدي، الليل دابا حتى الغدا ان شاء الله وجي لعندي. دارت عندهم ايه وقالت لهم اسمع عمي، غير نسى واش كانت عندك شي دار اخرى، نتوما دابا غادي تعيشوا معايا، نتوما هي العائله الثانيه ديالي. قال لها الوالد لا لا بنتي الله يرضي عليك، حنا الحمد لله عائله وحده وغادي نبقاو نتشوفوا يوميا، من الاحسن نخليوك في راحتك في دارك. قالت اسمع عمي، راحتي انا هي راحه لطفي، وانا عارفه لطفي غادي يكون فرحان بزاف الا كنتو عايشين معاه في الدار، وانا داكشي اللي بغيت غير نشوفو فرحان. نضنا من عند الحاجه وهزينا في الطوموبيل ومشينا ديريكت للدار لعندي. مع دخلنا للدار كنا عيانين، كل واحد فيهم شد السداري وجبنا ليه المغطى ديالهم ونعسنا. دخلت البيت نعاس انا وايه. قالت لي يا لطفي غدا ان شاء الله غادي نحطو الدار تباع. قلت لها علاش؟ قالت لي باش نشريو وحده كبر من هادي وتقدنا كاملين. قلت لها علاش مصيره بزاف الوالد ديالي يعيش معنا هو واختي. قالت لي انت صبرتي معايا داكشي اللي ما يديروش معايا اي راجل في هاد الدنيا وتقاتلتي معايا، جا الوقت باش نرد ليك غير شويه من الصبر اللي صبرتي معايا. كنشكرك بزاف وكنبغيك. وهنا كتكون سالات القصه ديال اليوم. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، الله يخليكم عليا.